الناظور عندهم واحد التوجيه، واحد الكلمه، وحنا كنرحبوا بهم والمطالب ديالهم كيتبناوها جميع الساكنه ديال اقليم الناظور. فليتبسموا مشكور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما يعرف الجميع، بدايه مرحبا بضيوفنا الكرام ومرحبا بالشغالين والشغالات، وشكرا للنقابه الاتحاد الامتي، جميع المناضلين والمناضلات الاحرار، الكل العاملين والعاملات الذين يضحون بانفسهم في سبيل خدمه البلاد وتوفير الراحه لعائلتهم تحت سقف الكرامه والحريه والعداله. فقط اود اتطرق لموضوع مهم يخص ساكنه الاقليم بصفه عامه، اقليمنا العزيز. الحديث هنا عن ملعب كبير، يفتقد اقليمنا العزيز لملعب يليق باسم هذه المدينه ليزيد من 60 سنه، والمدينه الناظور تفتقد لملعب لممارسه اللعبه الاكثر شعبيه في العالم، رغم المطالبه بهذا المشروع في عدة من المحطات والملتقيات، ولم تلتقي الآذان الصاغية. ومن هذا المنبر المبارك، منبر العزيمة والإرادة، منبر ويانتي، وهذا المنبر المبارك نقدم لكم هذا المطلب، الملعب الكبير لمدينة الناظور يليق بطموحات الشباب بصفة عامة، ونلتمس الجهات الوصية وخاصة الوزارة التربية والتعليم والرياضة والسيد الرئيس الجامعة الملكية فوزي القجع توفير هذا المطلب وإنزاله بكل قوة إلى أرضية الواقع. وكما أشار الملك محمد السادس نصره الله في أحد رسائله للشعب المغربي حيث قال أن الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية والاندماج الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والتمييز. وكما نص الدستور 2011 على أن الرياضة حق أساسي، وحدد دور مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في التأثير والممارسة. وشكرا لكم جميعا. الله يحفظكم.